عزيزي الأهلاوي، عزيزي الزملكاوي، طبعا كنا اتكلمنا في حلقة واثنين وثلاثة عن موضوع جماهير بيراميدز، وبيراميدز ازاي هيعمل جماهير، وقلنا ان نسبة كبيرة من اللي هيشجعوا بيراميدز هم اصلا ناس زهقت من نادي الزمالك، من تشجيع نادي الزمالك، وكمان كيدا في النادي الاهلي. كلنا شفنا تصريحات عضو مجلس إدارة الزمالك اللي كان مع إبراهيم فايق، وإبراهيم فايق حرجه وقال له على فكرة أنت عضو مجلس إدارة في نادي الزمالك، لما اتكلم على بيراميدز وقال بيراميدز فريق مظلوم، وإيه المشكلة لما ياخد الدوري؟ مشكلة إيه اللي ياخد الدوري؟ فين المشكلة؟ فريق بيتحارب، أنت مالك؟ مين اللي قال لك إن هو بيتحارب؟ الفريق اللي بيتحارب ده خد مكانك، فلو هو بيتحارب فهو بيتحارب منك ومن إدارتك ومن محبينك، ده لو في حد بيحبك أصلا. لان كل اللي بيحب الزمالك بيحبه لاجل المصلحه، بيحبه لاجل المصلحه كناس مسؤوله مش كجماهير. الجماهير بتحب النادي لانها بتعشق الكيان ده، ما بتاخدش منه حاجه، لكن